السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ خليني اوضح لكم حاجة. عشان امبارح كان في ناس كانت بدأت تتكلم على انه هما كمان perfectionism او perfectionist. البرفكشنست اللي انا كنت فيها انا اتعالجت منها. ده مرض، ده حقيقي، ده تعب نفسي، فانا اتعالجت منه خلاص. تمام. ان انت تبقي بيرفكت في كل حاجه ما هياش حاجه من الحاجات الحلوه خالص 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 خالص، مش من الحاجات الكويسه اصلا. فانت لازم تتعالجي منها، وبما ان انت لازم تتعالجي منها فانت لازم تاخدي فيها خطوات للعلاج. دي حاجه. الحاجة التانية من الحاجات اللي كنا بتكلم فيها امبارح ونسيت اتكلم فيها هو ان انت تكوني بيرفكت كأم. ما ينفعش تبقي بيرفكت كأم، هتلومي نفسك كتير قوي قوي ان انت مش المفروض تتعصبي. لا، هتتعصبي، ايه المشكله؟ احنا هنتعصب مره اتنين ونمسك نفسنا، لكن ان انت لازم تكوني بيرفكت في كل وقت. ما ينفعش تتعصبي، ما ينفعش تزعقي، ما ينفعش. احنا بنضحك على بعض، يبقى انا كده بقول لكم على حاجه مش حقيقيه. ومفيش حد بيبقى 100% بيرفكت في كل وقت. ده مش صح، ده مش صح. فالناس اللي كانت بتقول ان هي بيرفكت ومبسوطه امبارح، لا، انا اتعالجت منها. انا واحده من الناس، انا اتعالجت من ان انا اكون بيرفكت. تمام. طيب النهارده هتكلم في ايه؟ سريعا كده انا هتكلم في انه انت او انتي المفروض تكوني متحكمه في حياتك كلها، متحكمه في كل جزء من حياتك، متحكمه في كل تفصيله من حياتك. هل ده صح ولا غلط؟ ده صح ولا غلط؟ هل صح ان انا اكون متحكمه في كل جزء من حياتي؟ هل صح ان انا لازم اكون ماسكه زمام الامور كلها في ايدي وما اديش لحد حاجه يعملها؟ خليني اقول لكم على حاجه. مش صح ابدا 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 انه انا اكون متحكمه في كل تفصيله في حياتي. يعني ايه؟ يعني مش صح ان انا المفروض انا اللي اعمل كل حاجه، انا اللي اروق كل حاجه، انا اللي اطبخ كل حاجه، انا اللي اودي واوصل كل حاجه او كل حد. ما ينفعش انا اللي اعمل كل حاجه في كل وقت. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. لازم يبقى انا في تنظيم الوقت بتاعنا. تمام. بنقول حاجه في في مربع متقسم 4 حتت او 4 اجزاء. في واحد من المربعات دي اللي هي انت بتوكل ناس عنك، يعني توكلي ناس يخلصوا الحاجات بتاعتك. انا واحده من الناس حقيقي ما كنتش بحب حد يعمل لي حاجه، ولما انا ابقى داخله في حاجه بعملها لازم اخلصها انا بنفسي. ببساطه ما كنتش برتاح لشغل حد غيري. تمام. ودايما كنت ببقى شايفه ان الشغل اللي انا بعمله هو اكتر حاجه انا هرتاح له. حلو. لكن كان بيضيع مني وقت كتير جدا، وكان بياخد مني مجهود كتير جدا جدا. فبتيجي الموضوع ان انا لا، لازم اوكل ناس بحاجات تانية تخلص. فتلاقي واحنا كلنا بنشتغل في نفس الوقت الحاجة بتخلص في الاخر. مثال في البيت، امهات كتير في الاستشارات بتيجي لما بسألهم عن المراهقين وبقول لها عندك استعداد تخلي الغرفة بتاعت بنتك هي اللي تنظفها قصاد ما انتي بتنظفيها في ربع ساعة هي هتنظفها في ساعة؟ كان الرد الاساسي بتاعها لا طبعا ما ينفعش، انا مش فاضيه، انا ورايا مش عارفه ايه. طب ما انتي في الساعه اللي هي بتروق فيها اوضتها هتكوني انتي خلصتي 3 4 حاجات، صح ولا لا؟ بس هي ما عندهاش استعداد تستنى، ما عندهاش استعداد. طيب هل عندك استعداد ان ولادك يدخلوا معاكي المطبخ، واحد يعمل السلطه، واحد مثلا يجهز الاكل ويحط السفره، واحد مش عارفه يعمل المكرونه، واحد يضرب الطماطم في الصلصه؟ عندك استعداد تعملي ده؟ في ناس كتيره ما عندهاش استعداد ده. ايه ده وزحمه ومفيش، في حين ان الكلام ده ممكن يخليكي تخلصي بدل ما انت بتخلصي في ساعتين او ساعه ونص هتخلصي في نص ساعه بس، لان كله بيشتغل في نفس الوقت. دي حاجه مهمه جدا. فبطلي تبقي متحكمه في كل حاجه في حياتك. انا فاكره موقف حصل ليا مع مامتي الله يرحمها، وكان الموقف ده مامتي كانت اياميها تعبانه في المستشفى، وانا كنت في المطبخ بعمل لها الاكل عشان اخده واوديه لها، وكان ابني بيعيط كمان عندي، كان لسه صغير. فانا كان المفروض ان انا اروح المطبخ، انا اللي بعمل الاكل، وعمر بيعيط وانا كان لازم اروح اخلص الاكل واروح. فانا لازم واقفه بعمل الاكل
عشان اوديه لماما، وعمر بيعيط، فانا سايبه عمر يعيط. بابا بيقول لي شيلي ابنك، هو مش عارف يمسكه او مش عارف يسكته، وانا لا واقفه في المطبخ، انا اللي لازم اخلص الحاجه. طيب مرات اخويا موجوده، لا ماليش دعوه، انا اللي لازم اخلص. كان لازم انا اللي اعمل كل حاجه. فالدنيا كانت بالنسبه لي عمل لي ضغط عصبي ونفسي جامد جدا جدا جدا. اتعلمت من الموقف ده بعد سنتين 3. السنه اللي فاتت لما بابا عمل عمليه فتح القلب المفتوح، تنازلت عن ان الحبال كلها تبقى في ايدي، تنازلت عن التحكم ده، تنازلت عنه وبشده. بقيت انا قدامي حاجه بعملها. انا كنت على فكره مع بابا في المستشفى بروح له كل يوم، وكان عندي الكورس بتاع الاستشارات النفسيه والاسريه مع الكوتش ابراهيم خطاب، وكان عندي البيت وشغل البيت تمام كده. بس كنت بطلب المساعده. يعني انا كان عندي الكورس، انا عندي الفتره بتاعت الصبح فاضيه، وبعد كده الكورس بعد الظهر، فانا الفتره بتاعت الصبح انا ببقى قاعده فيها مع بابا. بعد الظهر حد من اخواتي قالوا معلش تعالى اقعد مع بابا شويه لحد ما انا اروح الكورس وانا هبقى موجوده معاه. فانتي بتوزعي المهام على الناس. اولا مكسبك فيها، ما بتضغطيش نفسك، ما بيبقاش عندك تعب نفسي كبير. يعني الضغط الجسماني والتعب الجسماني كبير، التعب النفسي مش بيبقى كبير. الوقت عندك بيبقى كويس وبتقدري تنظميه على اكتر من حاجه، وبالتالي تحققي اهداف كتيره جدا في نفس الوقت اللي انت بتعملي فيه الحاجه اللي انت هتقعدي فيها 3 ساعات. فال3 ساعات دول لما انت توزعي على كل واحد مهام مثلا في البيت، هتلاقي ان انتوا خلصتوا في ساعه، فيبقى عندك ساعتين تبداي تشوفي اهدافك التانية في البيت ايه وتعمليها. الموضوع ده مهم جدا. وعلى فكره مش بالساهل ان انت لما تبقي متحكمه في كل حاجه في ايدك، مش بالساهل تسيبيها. مفيش خطوه من الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها ورا دي ممكن خلال الشهر ده او الشهر ممكن يبدا فيه نتيجه، بس مش في خلال اسبوع او 2 تقولي انا مش عارفه ابطله فمش هبطله. لا خالص، بالعكس انت هتقدري تبطلي كل حاجه انت عايزه تبطليها. لكن مهم جدا 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 ان انت تعرفي ان انت تسيبي مساحه للناس التانية في حياتك ان هم يساعدوكي. سيبي لهم مساحه. انا ما كنتش بسيب مساحه، كنت ببقى تعبانه جدا. فلما تسيبي مساحه للناس اللي حواليك ان هم يساعدوكي يبقى ده احسن. طيب هم ما بيبقوش عايزين، معلش في مسؤوليات والتزامات في البيت لازم تتعمل، كل واحد لازم يتقسم عليه. حتى اللي بيشتغل لو في الشغل وانتي مثلا مديره، ادي مهام والتزامات للناس اللي تحت منك عشان الشغل كله يخلص في وقت واحد، ويبقى عندك وقت تخلصي اهداف تانية وراكي، وعشان ما تنضغطيش، وعشان نفسيتك ما تتعبش، وعشان ما تنكيش تشيلي وبعدين بوم تنفجري مره واحده. فيا ريت نبدا النهارده العملي بتاعنا، نبدا نعمل حاجه، نشوف ايه المناطق في حياتنا او الجوانب بتاعت حياتنا اللي احنا عايزين ندي او نقدر ندي فيها اجزاء لناس تانية يبداوا يشاركوا في العمل فيها. تمام، بتوكلي فيها حاجات لناس تانية عشان يشاركوا فيها، سواء في البيت لولادك، سواء في الشغل لولادك وجوزك على فكره، سواء في الشغل برضو للناس اللي شغالين معاكي. هيساعدك كتير، حتى في الشغل بتاعك هيساعدك كتير جدا جدا. هيوفر عليكي وقت وهيوفر عليكي مجهود. لما يبقى ليكي طاقه لما تروحي البيت، تبقى ليكي طاقه تقعدي مع الناس اللي في البيت وتساعديهم. كده يبقى احنا خلصنا النهارده الحلقه بتاعت النهارده، وهي انه انت ازاي ما تبقيش متحكمه في كل جزء وكل جانب من جوانب حياتك. لازم تفهمي الحته دي كويس قوي، ولازم تعرفي ان انت ما تتحكميش فيها. تمام، اشوفكم على خير بكره، خليكم معانا، باي باي.